نادي الزمالك الحالي. مساء الخير يا كابتن احمد. استاذ حازم، وحشنا حبيبي والله. ازاي حضرتك كابتن احمد؟ وطمنا على الكابتن حسن، يمكن سمعنا انه ما نزلش التمرين ونزل برد جامده يعني. والله كابتن حازم هو من 3 ايام كان عنده نزله، يعني كان بدايتها، لكن هو طبعا تغلب على نفسه ونزل التمرين بتاع الساعه 7 من 3 ايام بالليل، فزود العمليه قوي خلاها مضاعفه بالنسبه له جدا. فهو بقى له يومين بس في البيت، وبيحاول من خلال الادويه والعلاج ان هو يعيد شفيته تاني. ان شاء الله بكره يكون موجود باذن الله ويقود الفريق باذن الله. يا رب ان شاء الله. طمنا على الفرقه يا كابتن احمد. ميدو يمكن اول اخبار النهارده معانا ان ميدو مصاب، وفي كلام يقال يعني برضو هقول لحضرتك كده من في الانترنت وعلى السايتس ان ميدو زعلان وهو مش يعني الكلام ده تقول لي مدى صحته، هل هو زعلان ولا هو مصاب فعلا؟ يعني هل في العلاقه دلوقتي عامله ازاي بين الجهاز وميدو يا كابتن احمد؟ انت عارف انا صريح، يعني لو في اي حاجه انا هقول على طول، ما عنديش حته الصراحه دي احسن حاجه. لا، ميدو فعلا مصاب من يومين وبيخضع لعلاج تحت دكتور ايمن فريد، لكن حته ان هو زعلان من الجهاز لا، مش موجود، والعلاقه بيننا على اعلى مستوى. وميدو بيقوم بدور داخل الفريق، وعارف احنا مدينه دور بين اللعيبه وبعضيها. انت عارف احنا عندنا مشاكل داخليه جدا في الفريق الفتره اللي فاتت ديت، لا داعي للحديث عنها في الفضائيات يعني. لكن ميدو من الناس اللي بيساعدنا في حل هذه المشاكل دلوقتي مع اللعيبه، وليه دور مع الفريق حاليا يعني. لكن ميدو ان هو في حاجه غير الاصابه، لا، كلام غير صحيح بالمره. كابتن احمد، يعني يمكن حضرتك كنت بتتكلم قلت في حاجات صغيره جدا في الفرقه مشاكل، ولكن يعني بكره مش عايزين نتكلموا في هذا الموضوع، مش عايزين نتكلم فيها عشان المواضيع او مباراه بكره، مش هتكلم في الحاجات دي. ولكن انت شايف ان بكره اللعيبه هتفصل بين هذه المشاكل واللعب، ولا ممكن ياثر عليهم بكره يا كابتن احمد؟ لا طبعا الحمد لله، النهارده الخبرات اللي موجوده في اللعيبه بتخليهم ان هم يتغلبوا على هذا الموضوع يعني. ابو واحد شيكابالا، ابراهيم صلاح، محمود فتح الله، لعيبه ليها خبره في الفريق، وعمر جابر لسه راجع. فكل دول طبعا لعيبه لازم تفصل يعني، لان طبعا المكسب هو اللي هيسرع بانهاء هذه المشاكل يعني، هيخلي الناس تلتف حوالين الفريق وكل حاجه تتحل، يبقى في سرعه اداء. لكن قدر الله هم يعلموا لو في اي حاجه غير المكسب الطبيعي اللي كان فريق نادي الزمالك وضعه الطبيعي في الدوري المصري، ده بتزود المشاكل اكتر عكس زياده على المشاكل الموجوده. فطبعا هم عارفين ان طبعا الحاجه دي هتبقى حافز اكتر لينا والاداره اللي عندنا والناس ان هم نحل جميع المشاكل، عشان مسيره الزمالك تمشي يكون وضعه الطبيعي في الجدول المصري. ان شاء الله باذن الله. كان يمكن معايا خبر دلوقتي، عبد الواحد السيد بيقول سأرحل اذا لم احصل على بطوله هذا الموسم. الكلام ده شايفه كلام منطقي يعني، ولا ان هو بس يعني كلام عشان يعني محرج من الجماهير، كلام حد حمسه فتقال، لكن هل هو يعني بشكل جدي فعلا؟ هو طبعا ما اعرفش تصريح، بس عبد الواحد نفسه ياخد فعلا بقى لنا فتره مع، هو كابتن كفرقه وما خدش بطوله مع الفريق، وكان اخر الكاس كان متاثر جدا بعد ما وصلنا على كاس مصر. لكن طبعا هو حافز جواه ان هو عايز ياخد بطوله ويسعد جماهيره، لان عبد الواحد تاريخ جدا مع نادي الزمالك. وانت عارف السنين اللي جايه دي بدايه نهايه سنين، يعني سنتين ثلاثه اللي جايين ربنا يكرمه ويديله الصحه يعني ويأدي اكتر. لكن طبعا عايز يكون في نهايه سنونه في الملاعب، يكون مثلا بيحصل على بطوله، بيسعد جماهير الزمالك. فده موجود بهدف عند ابو واحد يعني. لكن حته راح لعبد الواحد طبعا شيء مهم في نادي الزمالك وعلامه من نادي الزمالك. ان شاء الله يكون موجود وحقق البطولات اكتر وقت الفتره اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله. عصام الحضري فعلا حضرتك عايزه في النادي، ولا الكلام ده كلام جرايد؟ كابتن حازم، انا يعني ضد اي واحد يعرض علينا اي واحد. احنا دلوقتي مش عارفين يعني اولادنا عايزين نحل مشاكلهم، ادور على الخارجي. يعني انا النهارده عندي مشاكل من اولادي اللي جوه، عايز احتضن اولادي الموجودين واشوفهم حاجتهم واشوفهم مشاكل. يعني صراحه قلت لفظ انا يعني ايه، مش قادر اكل ولادي حاليا، انا هخلف. فانا دلوقتي كل الاجتهادات الناس اللي عماله ده مين جاي ومين رايح، كل دي اجتهادات وكلام. لكن انا النهارده انا عندي مشاكل داخليه كتير، عندي توفير لحاجات اللعيبه، ادور على اولادي الموجودين في حضني الاول، ربنا كرمنا وحلينا مشاكلهم، نبدا نفكر في اي حاجه ثانيه. لكن كل هذه من اللعيبه وجميع اللعيبه اللي بتتعرض علينا والكلام ده كله موجودين، بس لا التفكير طبعا، هذا تفكيرنا الاول ان احنا نجيب نحل مشاكل لعيبتنا الموجوده معانا واولاد نادي الزمالك الاصليين يعني. يعني كابتن احمد، طب حسين ياسر سمعنا ان في ترحيب من الجهاز الفني لان حسين ياسر يرجع، الكلام ده فيه فعلا ترحيب، ولا الكلام ده مش في دماغكم خالص ومحدش عرض عليكم اساسا ان هو يرجع حسين؟ لا، حسين حصل اتصال بينه وبين الكابتن اسماعيل يوسف وطلب ان هو يحاول يكون موجود تاني. لكن طبعا انت عارف حسين كان ليه موقف مع النادي الفتره اللي فاتت، فالقرار مش قرار جاهز لوحده. احنا طبعا زي موضوع مثلا مشكله الاعلام بتاع النادي، الجماهير ليها دور والاداره ليها دور والجهاز واللعيبه.
فعوده اي لعيب عمل مشكله في نادي الزمالك لازم يكون طبعا الجهاز النسبه كبيره للجهاز اكتر، لكن طبعا الجهاز يكون ليه راي في اي موضوع حاجه زي كده، اللعيبه زمايله. يعني انتوا موافقين يا كابتن؟ انتوا كجهاز موافقين ان هو يرجع؟ ما كلمناش يعني، هو راجل بيعرض، فاحنا طبعا مش معقول نقفل اي باب اي حد بيعرض يعني، لكن كله ده مؤجل. اي حاجه مؤجله، اي حاجه مؤجله لغايه امتى يا كابتن؟ مشكلتنا الداخليه يعني. لغايه امتى التأجيل؟ عندنا مشاكل كابتن حازم زي ما قلت لحضرتك، بدنا الاول نحله وبعد كده نفكر في اي حاجه ثانيه. طب يعني عندنا المشاكل الداخليه بتاعتنا، اي حد بيتكلم في حاجه غير كده دي اوفر على المشاكل اللي عندنا. طيب يعني عشان بس الناس كابتن تعرف التأجيل ده لغايه يعني حضرتك حاطينه لغايه امتى؟ يعني مثلا ده هيأثر على انتقالات يناير مثلا؟ هل الزمالك مش هيقدر يجيب لعيبه حاليا لان في مشاكل، ولا الكلام ده ملوش دعوه بانتقالات يناير؟ لا اقدر انا لو حد طبعا يعني ما عندوش منطق لو انا افكر في اي انتقالات. بقول لحضرتك انا عندي ولادي اللي هم الاولين الموجودين معايا دول ليهم حاجات وليهم مستحقات افكر فيهم الاول، لما احل مشاكلهم ابدا افكر. زي ما قلت لحضرتك المثال، يعني انا ولادي اللي عندي الاول اراضيهم واوديهم وضعهم الطبيعي، وليا حاجات عندهم، هم ليهم حاجات عندي وانا ليا حاجات عندهم، احقق هذه المنظومه بعد كده ابدا افكر في اي حاجه ثانيه. لكن الناس كلها النهارده شغلانه باللي جاي. انا عندي مشاكل كتير اقول احلها، وطبعا مش هنقولها كتير يعني في الفضائيات زي ما قلت نادي الزمالك، لكن عندنا مشاكل جوه الفريق كتير نحل هذه المشكله الاول ونبدا نفكر. لكن كل الناس مكلمانا حسين ياسر ولاعيبه في افارقه ولاعيبه مش عارف مين وحراس مرمى، كل ده مقفول بالنسبه لنا احنا كجهاز. احنا عندنا المشكله الرئيسيه الناس بتوعنا، وبعد كده نبدا نفكر في اي حاجه ثانيه. ان شاء الله. كابتن احمد سليمان بشكرك شكرا جزيلا، وكان الله في عونكم. انتم مطالبين تاخدوا الدوري ومطالبين تكسبوا، وانتم دلوقتي بتتكلموا على انكم تداروا على فريقكم ومش هتجيبوا حد من بره. كان الله في عون نادي الزمالك.